وهذا الصوت اللي لكم، ليلي وقلبي وليلكم، نغني ونبكي على حين الخان وباعونا، حتى الحزن لضمكم، الأرض ببردة وحزنكم كانت حني لكم وللنا باعونا. أصعب هاجس عندي أنا كتير حدا حساس اتجاه فكرة الخيانة، فكرة قلة الوفا فكرة بترعبني. عانيت منها قبل وبعدك حساس منها ولا خايف انك تعاني منها؟ حدا مثلي عانى منها كل حياته، فكرة قلة الوفا، ابتداء من كل شيء، من الإنسان اللي ترك بيته ترك بلده ترك كل شيء، متعود يترك أو ينترك يترك أو ينترك، فما في وفا للأشياء، ما في وفا للأماكن، ما في انتماءات واضحة اتجاه الأشياء. ففكرة قلة الوفا مع الوقت والتراكمات صارت رعب، صارت هاجس، خوف، بطلت شيء مقلق إنه إحنا ما بدنا نعيشه. فدائما بترجم هذا النوع من المخاوف. أبو العبد حبيبي، أبو العبد حبيبي، أنت شيخ شباب، أنت ما حكيت شيء ما عملته، وأنت كنت أكبر من عمرك، يلي عملته أبي ما حدا عمله بيك على كافة الأصعدة اللي أنا بعرفها، يلي أنا لامسها، وما ضاع فيك شيء أبدا أبي، وأنت بتستاهل حبيبي. إن شاء الله كل سنة وأنت سالم، والسنة هاي الجديدة بتكون خير وفرح عليك يا رب، وبتتهنى بحياتك يا حبيبي. تحية طول لي كبيرة بعمرك. لهالكلام الحلو، الله يخليكم لبعض ويخليك فوق راسه. تسلم لي يا رب، تسلم لي. أبو يا سلام لسه هو أنا ليلي يا ليلي ضل يا دار، وهو عاد يناديني رجع يختار، بعد ما غنى مواويلي مع غيرها يا شريد الوفاء. لما عم بتخيل شيء أو هاجس معين أو خوف معين استشعره لدرجة بقدر حسه واكتبه. أوف. يعني أنا إذا بخاف انترك، بكون أنا مثلا أو رفيقي ما خانني، رفيقي معي، بس أنا فكرت بهذا الهاجس إنه رفيقي خانني وتركني، وبتلاقيني رحت قد ما استشعرت بالشعور وخفت من الفكرة كتبت غنية ولحنتها وأديتها بإحساس، وبعده رفيقي هون. فهمت شو قصدي؟ فكمان في شق من الألبوم هو هواجسي أو المخاوف اللي أنا بخاف منها. شو المرة، شو بتفضل، المرة الذكية ولا المرة الحلوة؟ أنا بفضل المرة. لا ما ذكية ولا يعني ممكن يأذي وممكن يعطي صورة حلوة. هلا انت كمان